طيب سامعاني ولا لا؟ طيب لحد ما ترجع لنا فاطمه نعود. فاطمه مش الحاله الوحيده في هذه القصه، زي ما قلت لكم كان في قضايا حسبه كتير جدا، من اول نصر حامد ابو زيد مرورا ب كل الناس اتهموا بازدراء اديان. فنان عادل امام اتهم بازدراء اديان، ناس كتيره جدا اتهمت بازدراء الاديان. ومره اخرى هذا ليس يعني نحن لا نتحدث عن القاضي وحكمه، ولكن نتحدث اساسا عن القوانين التي يجب ان تتغير. فاطمه نعود رجعت لنا تاني. استاذه فاطمه مساء الخير. اهلا بيك يا دكتور لميس. يعني بصراحه كان صادم بالنسبه لك الحكم النهارده؟ طبعا كان صادم، يعني مع كل احترامي لاحكام القضاء ولا تعقيب على احكام القضاء كما تعلمين، ولكنه كان صادما لانني ما زلت مؤمنه بان ثوبي ناصع، وانني لم ازدري دينا ولم اتكلم اصلا في قضيه اديان. انت دافعتي عن نفسك في المحكمه يا فاطمه؟ نعم، الجلسه اللي فاتت طلبني القاضي، بس مش القاضي ده، القاضي كان مستشار جمال الدين اللي هو تنحى عن القضيه بعدها لاستشعار الحرج، لان القسم بتاعي او اللي هو المدعي بالحق المدني اهان القاضي على صفحته. فالقاضي اغتصب، اصبح خصيما لمختصمي او اصبح خصيما لاحد الطرفين، فتنحى. وجاء المستشار القاضي الجديد اللي هو محمد المنص الذي حكم بهذا الحكم الآن، لم يرني ولم أرى ولم يسمع مني أبدا ولا سمع من دفاعي، يعني هو نظر بناء على أوراق. طيب بصراحة هل حاسة ان يعني ربما يعتقد البعض ان اللي انت كتبتيه بخصوص الذبح مثلا في عيد الأضحى هو اعتراض على شريعة من الشرائع؟ يعني من يظن هذا فهو يعطي أي إنسان أكبر من حجمه، لأن لا إنسان قادر على يعني أن يتكلم في طقس ديني أو في شريعة أو كذا، خاصة أن حتى هذا البوست بتاعي لم يتطرق إلى الهدي، والهدي هو سنة الذبح في أثناء فريضة الحج، ولكن تكلمت عن الأضحية في مصر، وتكلمت عن سوء التعامل مع هذا الحيوان الذي يجود أنفاسه من أجلنا ومن أجل الإنسان، يعني من أجل إطعام الإنسان، كيف نهينه وكيف نعذبه. وقد أمر الرسول بأن نكرم هذه الذبيحة، وأن إن ذبحنا فأن نحسن الذبحة، إن قتلتم فأحسنوا القتلة، وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن معظم المضحين او الذين يقدمون الاضاحي في العيد، انا بشوف، وحضرتك بتشوفي وكل المصريين بيشوفوا مهازل، ويشوفوا انهار من الدماء، ويشوفوا تعذيب الاضحيه وذبح اضحيه امام اضحيه اخرى وبسكين غير حاده، على عكس كل هذا، على عكس ما السنه في فهو امام اطفال. وخدي بالك هذا البوست الذي كتبته كان له سببين، كان في 2 فيديو شفتهم اثاروني، فيديو لحيوان يذبح بتعذيب، عذبوه جمل، ربطوه في باب عماره كده ونزلوا فيه يعني عارفه سكاتشن كده بس، والدم بيتفجر منه والاطفال واقفه بتضحك. طيب فيديو ثاني او خبر ثاني جانا من جريده الرياض السعوديه ان واحد خد ابنه يذبح خروفه عشان بيتفرج، راح الولد رجع البيت مسك سكينه وذبح اخته الرضيعه قتلها. فأنا كنت بتكلم على ده وانتقد ده، فكونوا كتبته بطريقة مجازية أدبية، وهذا الذي ادعى علي يعني لم يستطع أن يدرك معنى المجاز ومعنى اللغة الأدبية، فلله الأمر من قبل ومن بعد. حاسة أن هذه القضايا بتقف أمام يعني ايه خطر هذه القضية في رأيك، مش بس عليكي ولكن على كل المجتمع الثقافي؟ هي دي المشكله والله يا استاذ فاكره، يعني انا زي ما قلت لك الصبح، انا مش حزينه على قرار السجن، لان السجن احنا عايشين في سجن اختياري، كل اديب هو عايش في سجن اختياري بين كتبه وبين الكتب اللي بيقراها وبين من يقرا له ما هو. لكن اللي حزنني هو لو اهدار قرون من التنوير حاولها المعتزله وحاولها المفكرون حتى من القرون الوسطى، جاليليو وديكارت، وبعد كده حتى في ثقافتنا الإسلامية ابن رشد والمتصوفة جميعا والمعتزلة، حتى وصولا إلى
طه حسين ونصر حامد أبو زيد، كل جهد أولئك أهدر لأننا أن نصل إلى أن يحبس كاتب لرأي أو يحبس إنسان لقول، رغم أن من القرن ال 12 ابن رشد يقول الحجة تقارع بالحجة والرأي يقارع بالرأي وليس بالسجن. فنحن هذا مهدر، فكرة التنوير مهدرة. ده أنا زي ما بقول لك أنا بكتب والله بعشر طاقة يعني في رقيب داخلي كمان جوايا. فهم يعني هذه دعوة صريحة لتكميم الأفواه، يعني هذه دعوة صريحة لقطع الألسن وكسر الأقلام. هذا كسر للأقلام. أنا لا أتهم القضاء، ولكنني أتهم من يتهموننا، من يرفعون أمامنا قضايا الحزب، هم من يريدون أن ينكسر القلم ويطفأ مشعل التنوير في مصر. كل احترامي للقضاء وكل احترامي حتى للنيابة العامة التي صعدت القضية، ولكنني أختصم أمام الله وأمام يعني مصر وأمام يعني قانون محكمة التاريخ، أختصم من يختصمنا، أختصم من يختصم كاتبا لرأي. بشكرك. طبعا فاطمة محامي هتقدمي استئناف أو طعن في الحكم. إن شاء الله يعني كده إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة فاطمة نعود. معي أيضا دكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق. دكتور جابر،